اشتركوا في برنامج العالم وتنسوش اشتراك ولايك وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. فيديو النهارده عن الهجاص رضا عبد العال. يعني قلت لكم ده هجاص، ده واحد بيكره وبيحقد وبيغل جدا 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 تجاه النادي الاهلي. دايما الهدف الوحيد هو يتكلم عن النادي الاهلي، بس ايه في الكلام اللي هو مش كويس. دايما ان هو بيحب يسير الجدل بكلامه، وبيحب هو قلت لكم قبل كده هو بيحب الترند واللقطه. الهجاص ده بيحب الترند واللقطه جامد قوي قوي. فطبعا اصلا الهجاص طبعا هو طبعا هو بيقول كلام بشع عن النادي من غير محترم عن النادي، كلامه بينم عن التعصب والفتنه. فطبعا هو بيقول على كلامه كله كذب وافتراءات عن النادي. فطبعا هو بيقول حاجات اصلا مش موجوده على الواقع، بيقول حاجات اصلا من وحي خياله. فواضح طبعا الاهلي عمل له مرض نفسه، عمل له تعب نفسه، وعمل له عقده من سنين يعني. طبعا القصه بتاعته ان هو يعني هو ب 100 وش مترام، ما عندوش شخصيه، ما عندوش مبدا في حياته، فلسفه منافق ومدرس وكذاب، وان هو بيكره وبيغل وبيحقد. والشر ما بتغنى النادي الاهلي عمل مشكله وعمل عقده من سنين لان هو بيكره وبيغل تجاه نادي الاهلي. طبعا في بجد والله العظيم يعني حاجه بجد، حاجه غير محترمه وحاجه في تعصب فتنه. تعال شوف معايا كده. ما يجرب انت لو كان الاهلي لو كان الاهلي هتاجل لهم الماتش وهيقول لك احنا في مهمه قوميه. والله مش عارف اقول لك ايه يا هجاص، يعني مش عارف اقول لك ايه. دايما شاغل نفسك بالنادي الاهلي، والنادي الاهلي عامل لك عقده في دماغك وعامل لك مرض نفسي حقيقي بجد. ما بتتكلم عن النادي الاهلي كتير، لما تيجي تقول الاهلي لو كان الاهلي لو الاهلي كان اتاجل له في مباراه الاهلي، كانت الاهلي اتاجل له ومش عارف ايه والكلام ده. بص انت واخدها على الاهلي على طول وبتحكي ده النادي الاهلي. لكن لو اي نادي تاني زي بيراميدز او اي نادي تاني استحاله تقول عليه كده، استحاله تقول عليه كده. لكن انت شاغل نفسك بالاهلي لان بجد الاهلي عامل لك مرض نفسي وعامل لك عقده، عامل لك عقده جامده قوي قوي قوي. ودايما شاغل نفسك بيه وعمال تتكلم عن النادي الاهلي بطريقه غير محترمه، ويقول لك يتاجل له ومفيش حاجه اسمها كده. هو بيعمل كلام، بيقول كلام منتهى التعصب فتنه، مستغرب ازاي بيطلع في الاعلام، انا مش عارف. كلامه كله منتهى التعصب فتنه. طبعا الهجاص ده طبعا هو كاره للنادي الاهلي كده عن النادي الاهلي. رضا عبد العال اعرف حجمك قبل ما تتكلم عن النادي الاهلي. استني في حلقه بكره من برنامج العالمي. السلام عليكم. رايح للأهلي أنسى وارجع فرحان أهلي كسبان.